بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، والحديث في الصحيحين. بينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه وهو صائم، ويباشر نسائه وهو صائم، والمباشرة أعم من التقبيل. قيل هي اللمس باليد من التقاء البشرة بالبشرة، قيل هي اللمس باليد، وقيل هي الضم، والله أعلم، ونحو ذلك. وأن عائشة بينت أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أي أنه أحفظكم وأملككم لحاجته. كناية عن الشهوة والله أعلم، أو الإنزال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، أي أشدكم حفظا لحاجته. وقيل أملككم لإربه المراد به العضو الذكري، أي أنه أملككم لعضوه، والله أعلم. أسأل الله العظيم أن يفقهنا بالدين ويزيدنا علما نافعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.